أهلين، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بواحد القصة اللي عجبتني وحبيت نشاركها معاكم. قصة طفلة اللي دخلت لواحد العالم بدون الإرادة نتاعها، والسبب أنه كانت تحب واحد الإنسان اللي ما كانش مديها فيها. مش بعيدة أنه بزاف بنات اللي راهم يسمعوا فيا ذوك جربوا هذه الغلطة، وجربوا ما يسمى بالتخاطر أو ما يسمى بالسحر الحديث. أقوى فيديوهات الرعب اللي حاب يكمل يسمع معانا قصة شهد حسين، ديروا لايك للفيديو، أبوني للقناة، وفعلوا زر الجرس، طفوا فوق كشتبناش، ركبوا الكتمان تاعكم، وهيا نروحوا لهذا العالم المخيف. أنا اللي كنت نتمنى أني نحب ونتحب كيما أي طفلة، ميضوك يا ريتني نرجع كيما كنت ونحي قصة الحب من راسي. أنا شهد اللي عمري 25 سنة. حكايتي بدات ملي كنت نقرأ دوزيام اني في كلية التجارة. كنت كيما أي طفلة نحب يكون اللي كان في حياتي ونحبه ويحبني. حتى دخل حسام لحياتي اللي كان مجرد صديق، أنا حسيت بحاجة من جهته. حسام كان متجاهلني وما كانش كامل مديها فيا. المهم هذا الشيء اللي ماركته من التصرفات نتاعو. واحد النهار كنت مريحة في الفاي نتاع الجامعة، دخلت ملك وريحت معايا. ملك هي الطفلة اللي كانت تقرأ معنا في نفس الجروب، ما نقراش في نفس الكلاسة، مي نقرأ في نفس الجروب ونحضر مع بعضنا ليكور. المهم ملك شافت فيا وديريكت قالت لي واش البوغوز نتاع الكلية ماهوش مديها فيك. ملك هي الطفلة اللي ما عندهاش بزاف صاحبات، والبنات كامل ما يحبوش يدوروا معاها، ما فهمتش انا عليه. المهم بعد ما قالت لي هكذا شفت فيها وانا مشوكيه، ما فهمت والو، ما فهمتش كيف عرفت باللي حسام يعجبني. ضحكت وقلت لها كيفاه مالك؟ قالت لي مليح راكي عارفه اسمي، كمان ما يحبونيش، وبالك اسمي ما كانش بزاف اللي يعرفوه. المهم من بعد قالت لي انت اسمك كيفاه؟ ريبونديت لها بابتسامه خفيفه وقلت لها انا واسمي شهد. قالت لي عاشت الأسامي شهد وحسيتها بزاف جونتي. المهم سكتت وهي تشوف بعيد، من بعد قالت لي حابة يرجع حسام طايح فيك وتشارجريه، وانا كالبهلولة وبكل سذاجة وانا ميتة بالفرحة مانيش مهمنة. قلت لها قولي لي ايه راني حباته يطيح فيا. المهم ملك ضحكت وقالت لي نبقاو صحبات. قلت لها اوكي. فات سمانة وانا وملك نحكو، تقريبا في سمانة رجعتها لانتيم نتاعي. واحد النهار قالت لي أرواحي نتلاقاو في دارنا. من رحت لدارهم كانت غريبة، ما كانتش تخوف لهذيك الدرجة، مي لبستها ديكور تاع دارهم كان شكلهم غريب. المهم دخلت وقعدت معاها في شومبرتها، بعد جات ريحت معايا وقالت لي مفروض هذا الوقت نخلو حسام كيما اللعبة بين يدينا. وانا تحمست وقلت لها كيفاه انا تاع الصح نحبه. قالت لي راح نقول لك كيفاه، وكانت تشوف في عيني، من بعد تبعد عينيها على عينيا، وبعد قالت لي سمعي بحاجة واسمها التخاطر والإسقاط النجمي. تخاطر وإسقاط نجمي، بصراحة أنا ما نعرفش هذه الحوايج، أنا ما سمعت بيهم. قالت لي التخاطر يا شهد هو أنك تتصلي روحيا بروح الشخص اللي انتي حابة تواصلي معاه وحابة توصلي له شعور ولا إحساس، وعن طريق التواصل الروحاني هذا راح تخليه يفكر فيك، تخليله عن طريق أحلامه، في أحلامه راح توصلي له فكرة نتاع خمم فيا، كلمني، حبني، فكر فيا، شوف فيا برك أنا، هكذا راح تكوني انت اللي متحكمة في المشاعر تاعو. يا شهد هذا الشيء يتطابق على اي انسان، يعني مش حسام بر. يعني هنا قالت توصل اي انسان اي حاجة راح تخطر في بالك. صح، هذا لازم له تدريبات بزاف، حتى الوقت اللي لازم تقني فيه الموضوع هذا. قلت لها معليه انا موافقة، صح كاينة حاجة قبيل قلتي إسقاط النجمي، وشنو هو الإسقاط النجمي؟ قالت لي هذا يشبه التخاطر، بصح تقدري ديريه لدرجة أنك تشوفي روحك من تيريكتا، تشوفي لافامي نتاعك، دور الدنيا كامل، تحسي روحك طايرة. ردي بالك كثرة التجارب هذو قادرين يوصلوك لمرحلة الإدمان. وقالت لي موافقة تجربي معايا التجارب هذو؟ سكت شوي فكرت، بعد قلت لها اوكي.
كنت معاه كيما البالولة. شفت في يديها حاجة غريبة، تشبه الكارطة وعليها صور، ما باليش اسكو هذه كارطة ولا أنا حسيتها كارطة. مالك شافتني وأنا نشوف معاها هذيك الكارطة، وقالت لي تحبين أقرأ لك. ريبونتت عليها واستغربت وقلت لها كيفاه تقرأي لي؟ قالت لي كاين ورق نقدر نعرف بهم المستقبل والحاضر والماضي. المهم بدأت تفتح في هذوك الورق ووزعتهم قدامي وهي تقرا فيهم. الملامح نتاع وجهها تبدلوا، شفت الملامح نتاع وجهها تبدلوا، وكنت مركزة بزاف لدرجة أني متأكدة ولا واش راني نحكي. بعد بدأت تقول لي وهي كشغل متوترة مش عارفة، قالت لي مانيش عارفة يا شاهد، الكارت نتاعك راهم يقولوا راح تقابلي واحد غريب عليك، وانا شاكة انه هذا الواحد ممكن يكون حسام، لانه حسام غريب عليك. مالك سكتت وما حبتش تكمل. مي انا كنت نشوف انه هذوك الوراق ولا لي كارت اللي عندها ولا ما باليش وشنو هما في الاصل عنهم رسومات غريبة، ما باليش اسكو خير ولا شر، حقيقة ولا وهم، مانيش عارفة. روحت ودرت في بالي وش قالت لي، مالك باه نجرب التخاطر. اول حاجه نديرها اني ما ناكلش قبل ما نرقد. المهم استنيت لحق الليل، ريحت روحي، ريحت فوق السرير نتاعي، صفيت ذهني من كلش وبقى تركيزي على حسام ورقدت. حلمت اني شفت حسام قابلته وريحت معاه، حتى نطنت من النوم وانا ميتة بالفرحة. ثاني يوم رحت الجامعة كما أي يوم، كنت حاسة أنه هذا اليوم راح يقرب لي حسام. شفت حسام صح يبان ماهوش متافية، كنت نتبع فيه بعينيه، كان مليح في الصواين تاع الجامعة، وشبعان كان يشوف فيا. درت روحي مانيش مديتها فيه، مي هو بقى يشوف معايا وركز فيا، وهذا الشي شوكاني لأنه حسام أول مرة يشوف فيا بهذيك الطريقة، جامي أصلا لا شاف فيا. المهم فات هذاك النهار، روحت للدار وقررت نعاود ندير وش درت ونجرب التخاطر للمرة الثانية. حلمت بحسام، بصح حلمت بيه وكأنه معاه البنات اللي كان مصاحبهم في الجامعة، وكان يبني الكيدي فيهم ويحل فيا أنا برك كحلو كحلو. المهم فطنت وانا طايرة من الفرحة بواحد النشاط، ورحت للجامعة واستنيت العلامة تبان، وانا مريحة لقيته يقرب مني وجاي يقعد جنبي. قلبي كان راح يطير من الفرحة، انا فرحانة ومانيش قادرة مين بنهضر. وقال لي صافا الزين، قلت له اهلين كيفك؟ قال لي صافا الحمد